مرحبًا بحضراتكم. موضوع حلقتنا النهارده هيكون بخصوص حقوق الإنسان وفقًا للدستور والقانون المصري. هنناقش أهم تلك الحقوق 4: الحق في الحياة والحرية، الحق في المساواة، الحق في التعبير عن الرأي، الحق في الحماية من التعذيب. قبل ما أتكلم في تلك الحقوق لازم أقول الدستور والقانون. الدستور وضع رؤية وهدف، القانون نظم الوصول لتلك الأهداف. أبدأ أتكلم عن أول حق من أهم تلك الحقوق اللي هو الحق في الحياة والحرية. ده حق مقدس في الدستور، يبقى أي حد هيحاول يتعدى على حق في الحياة لازم القانون هنا يبدأ يواجه ويفرض عقوبات على اللي يتعدى على حياة التاني. الحق في الحرية، من حق أي حد يمشي زي ما هو في البلد يروح ويجي، إنما عليه حكم ويحبسه يبقى أنت كده مشيت تبع القانون. الحق في المساواة، كل الناس عليها واجبات وكل الناس عليها حقوق أو ليها حقوق، ما ينفعش أفرّق بين حد وحد، وديّة مسألة نظّمها القانون والدستور كويس جدًا. الحق في حرية التعبير عن الرأي، ده خاص بالصحافة والطباعة. من أهم تلك الحقوق الحق في الحماية من التعذيب. لو ثبت أي سُلطة أو أي بني آدم عذّب أي بني آدم أو تعدّى عليه بذنب أو من غير ذنب، هنا يبدأ القانون يتدخّل، ولو ثبت إن ما كانش له علاقة أو ثبت التعذيب بدون ذنب، يبدأ القانون يحاسبه. هي دي الحقوق، ودي أهم الحقوق اللي ضمنها الدستور والقانون المصري، ويا رب أكون فدتكم ونفعتكم. سلام عليكم.